إن لكل رجل حلم يولد معه، وعلى قدر ما يوهب من قدرات يكون حجم ذلك الحلم. لعل الفنان ليث العباسي وجد نفسه في عالم الفن وفي بلد أظهر للإنسانية روائع الفنون العظمى، وهو العراق، ولعله قد ورث من أجداده تلك المواهب الخارقة في عالم الفن. كان ذلك يشعره دوما بالمسؤولية تجاه إرث بلده ومسؤوليته إزاء عالم الفن عموما. إن الفنان يصيغ الحياة بشكل جديد، ووفق ذلك قد درس ليث الفن لأعلى المراحل، وهاجر وبحث وتأمل كثيرا، كل ذلك بهدف الوصول إلى نتائج سعى بها لإرضاء نفسه أولا، إلى أن استقر على مفهوم قد جسده بوضوح في أعماله الأخيرة يسميه النمو.